بونجور بونجور حبوباتي، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد يا ربي. كالعاده باش نشارككم حياتي اليوميه. اليوم حبيت نعمل بشكوت والعيد هكاك في الدار وحدي. بعد زولي على العسل البنات الغالب ولدي صغير يبكي هذاك هو ما عندي نعمل له. فوالا المكونات، عندنا 3 بيضات، عندنا السكر، عندنا زوز فاني وزوز خميره وكاس زيت. انا باش نزيد اكثر من هكا بشوي. وعندنا الفرينه نتاعنا بيان سور. هوني باش نخلط حاجه اخرى البنات، انا باش نعملها سويبع وفي نفس الوقت باش نعملها شويه اشكال كيف هكا الولدي. فوالا ابقاو معايا نتبعوا. باهي هوني البنات انا حطيت 3 عظمات، حطيت عليهم زوز سكر فاني وزوز خميره. فوالا وتويك باش نخلطوهم مليح مع بعضنا. تغاضوا النظر ولا السمع يا ربي على الحس خاطر ولدي بقى يعمل الحس. فوالا خلي تكونوا تسمعوا فيا وتفهموا فيا مليح. بسم الله. هذا نخلطوهم مليح. لازم تتنحى لنا الكعابر نتاع نتاع الخميره سيرتو، حتى سكر يذوب في الساعه الخميره لا. فوالا البنات، اي فوالا البنات هوني عملت 15 مغرفه ومازلت طالبه يعني الفرينه انه باش تشرب مليح. فوالا 15 مغرفه فرينه عملت، وباقي مازلت مش كتنمو يعني ماهوش شاده روحها. دونك شنو باش نعملو باش نزيدوها الفرينه. فوالا انا الحقيقه عيني ميزاني في الحكايه هذيا، ما نمشيش بنص كيلو رطل وكيلو على 3 كعبات وما شنو. انا لا، انا عيني ميزاني. فوالا نصور هذه اخر مرحله للمبتدئين. هكا خير تتفهم مسالش 100 خطوه ولا تنجيزه باش ما تجيناش يابسه. 100 خطوه ولا تنجيزه. نمشيو بشوي بشوي بالمغرفه حتىش نتحصلوا على القوام اللي حشنا به. فوالا اي فوالا البنات هذا القوام المطلوب نتاعنا. فوالا للعجنه نتاعنا. نعطيكم لي زانغريديون بالضبط بالضبط بالضبط، سيرتو للمبتدئين اللي ما يعرفوش قداش يحطوا فرينه على 3 كعبات عظم. بعد نكتبهم لكم كلها في صندوق الوصف. اما هي نورمالمون بالمغرفه مغرفه كيف هكا. فوالا تكون مش معبيه هكا مكومه ومش مسطحه زاده، معبيه شوي. على 22 مغرفه على 3 كعبات عظم وزوز خميره وزوز فاني وسكر حسب الذوق بيان سور. ثم اللي يحب شكون يعني معبيه بالسكر، ثم شكون يحبهاش حلوه برشا. فوالا انا قررت اني نزيد فيها شويه جو دورانج وشويه حليب وشويه عطرشيه وزدتهم ديجا وشفتوها على عينيكم. وعليها كويس زيت كيف هكا ولا اقل شيء. انا علاش عملت اقل شويه على خاطر توا احنا بطبيعتنا باش نزيدو الزيت. فوالا كان تعقلوها قبل احنا بالماكينه ولا الناس كلها يعني التوانسه كلها بالماكينه كي نعملوها نزيدو الزيت من فوق باش ما تشدناش. فوالا احنا توا هكا هي هكا واحنا باش نزيدوها الزيت ديجا هكا هكا. اما ما نزيدوهاش ما نعبوهاش برشا بالزيت. وتوا انا باش نمشي للماكينه نتاعي. الماكينه نتاعي عباره على هذيا. انا ما عنديش ماكينه طاقتو. هذه ماكينتي. فوالا وكيف ما وريتكم بكري المول سيليكون نتاعي هذا باش نعملوا شويه يعني نعمل هذه ونعمل صويبه نتاع جاتو كعاديه يعني كيف ما تعرفوا. وتابعوا معايا الطريقه وتشوفوها للاخر. فوالا البنات هوني حبيت نبدا بهذه يعني الاولى ومن بعديك نبدا بالاخرى.
فوالا هوني البنات انا عملتها كلها بالزيت هوني كيف ما قاعدين تشوفوا، مسحتها شويه بالزيت باش ما تشدلناش الكعبه نتاعنا ملوطه. وحاجه اخرى البنات الطبق هذا كي باش تحطوه ما تحطوش هكا كريمون على النار، ردوا بالكم راه يتحرق. وان بليس على 180 درجه فقط او 160 كان لزم. علاش؟ على خاطر سيليكون وما نضمنوش يعني. فوالا هوني هاكا نتبعوا مع بعضنا حسب الشكل احنا اللي حشنا به. فوالا تمام. تري نكملوهم الكل. فوالا اي فوالا البنات هذا الشكل قبل النهائي نتاع الجاتو نتاعنا. فوالا اخزروا له ملوطه كيفاش طايب شوي، وتوا باش نعاودوا نحلوا عليه الفور من فوق. ولا تبعوني للاخر. والسيليكون هذونا ننصحكم بهم ياسر طياره. اما انا ما مانيش عارفه كانها شدت لي، مش شدت هي يعني كانها قسمت لي الكعبه من هنا شوي. مش مشكل كعبه ولا اثنين سباغراف يعني كي باش بارابور برشا فهمتوني. المهم البقيه لاباس. فوالا ان توكا احنا باش نروحوهم. فوالا باهي البنات كيف ما قلت لكم هذيا تويكا باش تبعدوا على النار لي ماكسيموم بوسيبل يعني. توكي باش نحل انا الفور من فوق لازم هذيا نحطوا من اللوطه خلاص. فوالا نحطوا في اخر درجه في الفور باش هكاكا ما يتحرق لناش. ونعلوا عليه 160 درجه على من 5 إلى 7 دقائق. خاطر 160 درجه ما تكفيش انها تطيبوا في 3 ولا 4 دقائق. فوالا سلام. اي فوالا البنات هذا شكل نهائي لهم. انا ما عنديش البلا نتاع الفور، عندي جست الكغي يعني. لذا انا قررت اني نحط تحت منهم بابي الومنيوم هذا وبابي سيليك هذايا البيضاء باش ما تشدليش من اللوط وبس باش ما تحرقليش. حاجه اخرى هاكا الطريقه الصحيحه اللي باش نحطوا بها السيليكون نتاعنا مش نامبورت كوا يعني مش هكاك نحطوها ونقولوا طي يعني. فوالا ما تاخذوش عليا في الحديث راني ما نعرفش نعبر برشا. فوالا هكا نحطوها البابي نتاعنا كيف ما قاعدين تشوفوا البنات هكا بالضبط مقلوبه. فوالا ومن بعد نحطوها في الفور. الفور البنات قبل ما نحطوه يلزم يكون سخون شوي. انا سخنته لمده 3 دقائق وشميت الريحه تاع النار نتاعو يعني خرجت نتاع السخانه نتاعو بليتو. وتويكا باش نحطوه في الفور لمده 10 دقائق على 160 درجه. ومن بعد نحي السيليكون نتاعنا ونخليه يطيب من فوق. فوالا انا تو باش نحطو يطيب من لوطه اكهو لمده 10 دقائق على 160 درجه. من بعد نحي السيليكون نلقاه ديجا طايب وشاد روحو ونخليه من فوق. نحل عليه الفور من فوق لمده 5 إلى 7 دقائق. عينك ميزانك يعني. فوالا اي فوالا البنات هذا الشكل النهائي للجاتو نتاعنا. فوالا كيف ما قاعدين تشوفوا ياسر بنين وهشوش يهبل. انا كليت منه توا كعبه. على فكره البنات انا كيف ما قلت لكم 10 دقائق للفور من فوق من لوطه بليتو هو الاول. ومن بعد داك القري هذاك على النار تهبطوا اللوطه خلاص وتعمل 10 دقائق اخرين من فوق على 160 درجه او 180. وفي الاخر خلاص تزيدهم دقيقه بالضبط من فوق ومن اللوطه باش هكاكا ما يبقالناش في الوسط ني. اي فوالا هذا الشكل النهائي لليوم ومازالوا الاخرين يجيبوا بيان سيغ نوريهم لكم من بعد ان شاء الله. وسلام. ان شاء الله يكون الفيديو اليوم عجبكم. تنسيوش لايك ابوني اي بارطاج سيرتو s'il vous plaît et merci. وهذا شكل اخر البنات للبسكويت نتاعنا. فوالا حبيت نوريكم برك الاشكال. الشكل اللي شفتوه ديجا والشكل هذا.